السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدير اللي قدامنا ده مستر سامي عبد الكريم، مدير مدرسة ابتدائي بالجيزة. قرر يغير وجهة نظر المعلمين والمديرين والطلبة كمان عن موضوع أو المنظومة التعليمية. طلع كل الفصول على صفوفهم الدراسية، واتبقى بس مع أولى ابتدائي اللي هم جداد على المدرسة قعد يلعب معاهم كورة. تفتكروا إيه وجهة نظره إن هو يلعب مع الأطفال والتلاميذ باليونيفورم أو بالزي الرسمي بتاعه كراجل مدير؟ أكيد ليه وجهة نظر معينة. تعالوا نسمعها منه علشان نشوف هو عايز إيه. إحنا محتاجين نغير فكرة المدرسة اللي هي بتخوف، فكرة المدير اللي بيخوف، المدرس اللي بيخوف. لا، إحنا عايزين نضع داخل أولادنا حب الشيء، وبداية الحب هو حب المدرسة. أنا عايز أخلي الولد يتعلم، عشان يتعلم لازم يحب الشيء اللي هو ده رايح يتعلم فيه، وهي المدرسة. وبعدين الصورة اللي أنا ببعثها أو الفكرة اللي أنا برسلها من خلال هذه الصورة مش للطالب بس، للمدرس. عندك رقم واحد في المدرسة اللي هو المدير، بيعمل كده مع الأطفال. رسالتك إن أنت نفس الكلام تكون زي المدير. إيه الفكرة اللي أنت عايز ترسمها المدير من كده؟ عايز يضع موضوع إن الولد يحب المدرسة، وأنا كمدرس يبقى أنا كده أول حاجة ما عنديش كسوف. الراجل ده بيفكرني أيام ما كنت بشتغل مدرسة لغة إنجليزية بمدرسة سلمان الفارسي التجريبية لغات. المدرسة دي كبيرة جدا، بتستلم الطفل من وهو داخل كيجي أو حتى تمهيدي لحد ما تخرجه على الجامعة، يخلص ثانوية عامة فيها ويطلع على الجامعة. يعني هي مراحله التعليمية كلها من أولها لآخرها. مدرسة فيها عدد كبير جدا من الطلبة. علشان كده لما رحت أشتغل فيها كنت لسه بقى جديدة وكده. سلموني فصل أولى ثانوي على طول كده. أولى ثانوي دي كانت فصل مشاغب جدا جدا، مدرسة مشتركة. الولد فتح قميصه لحد نص بطنه، البنات ضحك وصهللة، رسايل ورنات على الموبايلات، حتف الطباشير على السبورة وأنا واقفة، منظر ميؤوس منه. طبعا كان لازم أفكر بطريقة مختلفة تماما عن المدرسين بيديروا بيها المواقف الصعبة أو الأزمات. العيال أطول مني وحاجة كده ضخمة ما شاء الله، دول في باب بتتحرك في الفصل. فبدأت أشتغل على العقيدة، لأن المادة العلمية مش فارقة معاهم، أولى ثانوي وكده كده ناجحين. بدأت أشتغل على العقيدة والرقائق، وقلت لهم أنا عارفة إن أنتوا كويسين، بس عايزة أسألكوا سؤال واحد بس. همليكوا 5 جمل أو هكتب 5 جمل على السبورة عربي، حد فيكم يطلع يترجمهم لإنجليش، وجمل بسيطة جدا. أذهب إلى المدرسة كل يوم، أنا أستيقظ مبكرا، أو أبي يستيقظ مبكرا ويذهب إلى عمله. وكتبت ال5 جمل، وقلت اللي هيعملهم مش هيغلط فيهم له جايزة كويسة أوي. وطبعا أنا كنت عارفة إن هم هيعملوهم. أولى ثانوي ومدرسة لغات بياخدوا إنجليش من كيجي لحد أولى ثانوي، فخلاص أكيد هيعملوهم. بعد ما يعملوهم بقى نبدأ نتكلم في الحاجات التانية. وخيبتاه للأسف، والله ال5 جمل ما اتعملوا. اللي عمل جملة واللي عمل 2 ما عدوش جملتين سلام، والباقي كله أوف. ليه أنا عملت الحركة دي؟ علشان أكسر كبرهم الأول، وعرفهم إن هم منفوخين على الفاضي، وإن هم يعني مش مؤدبين ومش كمان شاطرين. العيال بدأوا يهدوا شوية ويركزوا، واكتشفوا إن هم خايبين. قلت لهم بالنسبة للمنهج ما تشيلوش هم، إن شاء الله كده كده ناجحين، وهتجيبوا لي كراريس وكشاكيل زي أولى إعدادي علشان أعلمكم إزاي تأسس الجملة وإزاي تكتب باراجراف، لأن أنت السنة دي عندك باراجراف من 18 جملة أو من 18 سطر سوري. فأنت مفروض ال 18 سطر دول هتكتبهم بمجهودك. أعلمك تكتب، وبعد كده مش هتدعي لي في أولى ولا تانية ثانوي، هتدعي لي في ثانوية عامة لما تلاقي نفسك بتكتب في الكومبوزيشن وإيدك ماشية في الكتابة. بدأوا العيال يعرفوا إن في حد قلبه عليهم. قلت لهم طيب أنا بقى ليا سؤال تاني، مين فيكم زعل مامته قبل ما يجي؟ عشان أقول لكم على حاجة مهمة. فولد وبنت كانوا توأم، بصوا لبعض وضحكوا، كانوا من مدينة قباء وما اتجوزوا الوقت الحمد لله. فلما بصوا لبعض وضحكوا عرفت إن في حاجة. أخته بتقول لي ميدو مزعل ماما ومخاصمها. قلت له لن يرفع لك عمل إلى السماء. وقعدت بقى أشتغل في بر الوالدين وحب الله وإخلاص النية. والله الولاد والبنات كأن على رؤوسهم الطير، كأن داخلين الإسلام جديد، متنحين ومبرقين وسبحانك يا رب هداهم الله هدى. الفصل ده
اكتشف بعدها انه اسوأ فصل في المدرسة علميا واخلاقيا. كان دويتات كل اتنين بيحبوا بعض. بعد 4 شهور بتوع الترم الاول 10 11 12 في نص السنة في شهر 1 حصل تحول كامل للفصل. الفصل كله بعد المشاغبة دي كلها المدرسة عملت لهم مسابقة على مستوى أولى ثانوي، أحسن فصل هنطلع الرائد بتاعه معي، وكان قدرا أنا الرائد بتاع أولى تالت ده. يا ميس لو طلعنا رحلة هتيجي معانا؟ قلت لهم أجي معاكم. يا ميس والله؟ قلت لهم والله العظيم، بس على فكرة هتزوقوا الفصل ومش هيطلعوكوا رحلة، هما بيشجعوكوا بس. لا يا ميس والله المدير قال لنا هيطلعنا. طب خلاص ماشي. وكان الفصل ده ياخد أفضل فصل على مستوى المدرسة علشان أطلع معاهم الرحلة. مرايات وديكورات ودليات بتبرق وحاجات بتشخلل. الفصل فعلا كان كازينو. كل ده علشان حبوا الرائد وعايزين الرائد يطلع معاهم الرحلة. ايه بقى سبل الحب؟ اول حاجة انك لمستي مشاكلهم. ايه مشاكلهم؟ العيال كان بينهم وبين اهاليهم فجوة كبيرة، مرحلة مراهقة، مرحلة تمرد، مرحلة تنمر، كله مش عاجبه نفسه، مش عاجبه اهله، مش عاجبه بابا وماما، فبدأ يعملوا مشاكل. المشاكل دي طبعا اثرت على المستوى الدراسي، ذاكر لا مش مذاكر، روح لا مش هروح، بيروح الدرس وياخد الفلوس يصرفها، مشاكل كتيرة جدا. بفضل الله على ما جت امتحانات شهر 1 واحنا بنصحح في امتحانات الترم، كانت اولى ثانوي بتتصحح في المدرسة، وقاعدين في كوريدور طويل كده، العيال نازلين من الامتحان يقولوا ايه؟ والله العظيم لوجه الله علمتهم الكومبوزيشن والجملة وطريقة تركيب الجملة الصح، وازاي اكتب باراجراف مظبوط، وازاي اسلسل افكاره. اتفاجئت العيال بتطير من على السلم، الصبيان بينطوا كده بالاربع 5 سلالم. يا ميس يا ميس اقسم بالله انت اللي حاطه الامتحان. قلت لهم اقسم بالله ما بصيت في الامتحان ولا اعرفه ولا حطيته، كان اللي حاطط امتحان كانت ميس ناديه ساعتها مش انا، وما اعرفوش. يا ميس ده اللي انتوا قلتوه لنا كله جه في الامتحان. قلت لهم دي مجرد توقعات، مدرس شغال في المنهج حاطط توقعات. القصد من الكلام ان المدرس اللي بيحب الطلبه ويحسسهم ان قلبه عليهم ومناقش مشاكلهم وعايش حياتهم وعايش قضاياهم بيكون اقرب بكتير قوي من المدرس اللي بيضرب واللي بيرهب واللي بيخوف. وانا دايما كنت اقول في التربيه كل ما ارتفعت عصايه المعلم كل ما انخفضت قيمته التربويه والنفسيه. المعلم الشاطر بدون عصايه، المعلم الشاطر عصايته في نظرته، عصايته في كلمته، مش بالضرب ولا بالاهانه. عجبني قوي قوي مستر سامي عبد الكريم وهو بيلعب مع الاطفال كوره علشان بس يشيل فوبيا اليوم الدراسي او فوبيا الدراسه منهم ويحبوا المدرسه، وقال كلمه حكمه: العيال عايزه تتعلم ومش هيتعلموا الا من الحاجه اللي بيحبوها، وهم بيتعلموا من المدرسه يبقى لازم يحبوا المدرسه. فكرني ده واحنا شغالين في كورس تعديل السلوك، كنت دايما اقول للامهات الطفل لا يتعلم الا ممن يحب، فحاولي تخلي ابنك يحبك ما يخافش منك، لان الخوف في التربيه مؤقت. انا ممكن ابقى خايف واعمل الحاجه عشان انت واقفه او هتتابعيني او هتعاقبيني، لكن بعد ما تمشي كل شيء بينتهي وبكون اسوأ من ما انت واقفه كمان. لكن لو حبيتك هحترم قواعدك وهحترم قوانينك حتى لو انت مش موجوده. فنحاول نغير اسلوبنا مع اولادنا. لكل معلم وكل معلمه بتضرب توقفي، لكل معلم وكل معلمه بتهين الطالب وتوقفه على السبوره رافع ايده توقفي، لكل معلم وكل معلمه بتستخدم الفاظ خدشه للحياء او الفاظ مهينه للطلبه او الطالبات او حتى التلاميذ الصغيرين توقفي. ليه؟ لان انت بتتخزن معلوماتك وحركاتك وكلماتك وجملك واهاناتك وتشجيعاتك في الذاكره طويله الامد، ما بتتنسيش ابدا. ده الفيدباك او الخلفيه بتاع اول 7 سنين دي مش ممكن، الميموري بتاعتهم قويه جدا. يعني احنا دايما بنقول في التربيه ان ال7 سنين الاولى تدريب وال7 سنين التانيه تجريب، بيجرب اللي اتدربه او اللي اتعلمه. ال7 سنين التالتة تثبيت، خلاص العادة بيحاول يثبتها ويقتنع ان هو ده الصح. فعلشان نأسس صح لازم نعود الطفل على عادات الاحترام وعلى حب المعلم، مش على الخوف ولا الرهبة من المعلم او من المدرسة. ويا ريت كل معلم ومعلمة يعرف ان الاساس في التعليم مش المادة العلمية وبس. الطفل اللي قدامي او الطالب اللي قدامي ده
مكون من 3 أجزاء: العقل والروح أو النفسية والمهارات اللي بنميها فيه. احنا بنهمل المهارات وبنهمل النفسية وبنركز على العقل والذاكرة، فاكر ايه من المنهج ومش فاكر ايه، مجرد آلة بتحفظ وتفرغ في ورقة الإجابة. لا، المنظومة التعليمية أكتر من كده وأكبر من كده وأعظم من كده. المنظومة التعليمية أو التعليم بشكل عام تنمية مهارات في الأول، حب وارتباط بالمعلم أو بالأم اللي بتشرح وبتذاكر أو المعلمة، وبعدين المادة العلمية دي أنا بحطها في المرحلة الثالثة، لأنه لو اتكون عنده مهارات ممتازة ونفسية ممتازة المادة العلمية هتيجي بالتتابع بشكل ممتاز. شكرا لكل معلم ومعلمة بتحترم مهنتها، شكرا لكل أم بتذاكر لأولادها أو بناتها من غير ضرب وعصبية، شكرا لكل مدير مدرسة بيعمل زي مستر سامي عبد الكريم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.